ازيكم. المرة دي بقى بنجرب حاجة جديدة. انا بجرب اعمل هاي كوبي بس ببلندر. غالبا دي هتبقى اول حلقة اصلا من برنامج هاي كوبي، بس الحلقة الجاية هشرح لكم هو ايه بالظبط. بس باختصار هو ليه اهداف اساسية، منها ان انا مؤمن دايما ان انت يعني انا كانت حاجة بتعطلني قوي ان انا اقعد الاقي فكرة انا هرسم ايه، وكنت ممكن اقفل الكمبيوتر واقوم وما اشتغلش وما ارسمش حاجة بسبب الحوار ده. فقلت طب ما اقلد حاجه، يعني مش لازم انا اكرييتيف او اطلع فكره من دماغي، لا انا ممكن اقلد رسمه موجوده اوريدي، بحيث احللها. والتحليل ده مهم جدا جدا في حوار الرسم، انك لو عرفت تحلل حاجه فانت اوتوماتيك هتعرف ترسمها. واعتقد ان الناس الموهوبه جدا هم اللي عندهم قدره ان هم يحللوا الحاجات اللي بيشوفوها بطريقه احسن من حد تاني، فده اللي يفرق حد موهوب عن التاني. ده في اعتقادي انا الشخصي، مش مبني على حاجه يعني. فالمرة دي أنا كنت عايز أعمل حاجة ببلندر. أنا قعدت فترة أتعلم إزاي موديل وإزاي ألايت وإزاي أرندر والحاجات دي كلها، لأن أنا مؤمن بأهمية بلندر، هحكي فيها كمان شوية. بس بدأت أقول أنا عايز أعمل حاجة أنا اللي أعملها بقى، حاجة بتاعتي أنا، حاجة مش من توتوريال قوي يعني. أنا استخدمت التوتوريالز اللي أنا اتعلمت، الدروس اللي أنا اتعلمت بيها على النت، وطبقتها بقى في الموديل ده. فطبعا كان الاختيار على مستر سلطع، لان كل حاجات سبونج بوب دي هشتغل عليها كتير الفتره الجايه. او الكرتون بتبقى اشكال مبسطه واضحه جدا عشان تبقى سهله اوريدي في الانيميشن. فانا خدت ده عشان اعمله في اليوتيوب، قصدي عشان اعمله في بلندر، سوري. فالمهم انا بدات اشتغل من كورسات واحد اسمه كيلان جون، هبعت لكم اللينكات بتاعته. الاهم من كده ان انا عايز اركز على حته ناس تشتغل على التقليد او تتعلم عن طريق التقليد. حاجه مش عيب، انت كده مش ناقل طالما انت ما بتقولش انك رسمت الرسمه دي. يعني انا باخد الرسمه اتعلم احطها ما بحطهاش في البورتفوليو، انا بس بتعلم هي ازاي اتعملت. فانت كل ما هتقلد ناس كتير كل ما هتتعلم ستايلات مختلفه. فانا هنا ممكن اشرح شويه عملت ايه في مستر صلدع ده. انا عايز اعمل الحاجه لو بولي. يعني ايه لو بولي؟ يعني ما استخدمش فيها فيرتيسز كتير، دي اللي هي النقط اللي هي كل ما كترت كل ما كان فيه تفاصيل كتير. فدي تيجي في الريندر تعمل تقل، تيجي في الفيديو جيم تعمل تقل، تيجي انت بتستخدمها تبقى تقيلة. فهي تبقى جميلة جدا لو بتعمل فيلم، كده كده الفيلم بيبقى فريم ريتس ما لهاش علاقة بيها. لكن لو بتستخدمها في فيديو جيم او حاجة دي تعمل لك مشكلة، فهتبقى الدنيا تقيلة. فانا عندي طموح ان انا بعد فترة اقدر اعمل حاجات لو بولي للجيمز، اقدر الاقي استوديو اندي صغير ولا حاجة اشتغل معاه. فده مش هيحصل غير لما ابدا اجرب. فجت من هنا فكرة ان انا اقلد مستر سالتا. فانا هنا شغال كل حاجة لو بولي، بس انا عامل هنا غلطة كبيرة جدا جدا جدا. المفروض لو انت تشتغل جيمز او حاجة يبقى كل الشكل ده على قد ما تقدر كتلة واحدة. ليه؟ لان انا الكتل الكتير اللي انا عاملها دي، هو لما يجي يشتغل عليها بتاع الانجن بقى بتاع الجيم هتعمل حاجة اسمها اوفرلاب. اوفرلاب دي يعني هتبان تكسيرات في الجرافيك كده وانت شغال. ده المفروض ما يتعملش خالص. يعني شايفين الحزام وتكت الحزام والايد والكف، انا كل حاجة دي اعملها لوحدها. انا ليه عامل كده؟ طبعا بسهل الوقت، لان هي الحتة التانية معقدة اكتر شوية، بتاخد وقت اكتر. والفكرة ان انا مش محتاج حاجة اكتر من ان انا اطلع صورة حلوة اعمل لها ريندر. فلو انتوا شايفين يعني التجربة دي، لو انتوا شايفين ان انا محتاج اشرح شوية حاجات انا اعملها اكتر وابطأ شوية التايم لاب، قولوا لي. محتاجين مثلا ان انا اعملها لايف، تمام، بس انا مبحبش اوي اللايف يعني. ومعرفش ازاي اصلا اعمل لايف. وايه رأيكم في النتيجة؟ هل هي مفيدة ولا لا؟ ولو تشاركوني كمان، يعني لو واحد يجرب حاجة يقلدها ونفرج بعض، ده يبقى شيء ظريف جدا. بس هنا برضو اللايتس، انا اتعلمت اللايتس برضو، هحط لكم التوتوريال بتاعه ده. فيه اللي هو الضوء الطبيعي اللي هما لمبتين والتالتة ورا، بحيث يبقى فيه مصادر إضاءة مختلفة. اعتقد كده الحلقة دي خلصت بسرعة، وقولوا لي رأيكم فيها حلوة اصلا ولا وحشة، ونعمل حاجات اكتر، ونفسكم ممكن نعمل ايه كمان. يلا. واللي اصلا ده هيبقى حلو في عطل فني ولا لا؟ ده انا عايز اعمله براند تاني كده، بحيث يبقى حاجات اكتر، يبقى عندنا منتج اكتر، منتجات اكتر على اليوتيوب. يلا اشوفكم على خير.